بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب فضلا وليس امرا. نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. طبعا يا جماعة، يعني نادي الزمالك في موقف لا يحسد عليه. كلنا شفنا طبعا المشاكل اللي موجودة في نادي الزمالك. كل يوم بنصحى على مشكلة جديدة، كل يوم بنصحى على فسخ تعاقد جديد او ايقاف قيد، وكأن نادي الزمالك مكتوب عليه المشاكل، مكتوب عليه الايقافات، مكتوب عليه الحاجات الغريبة اللي بنشوفها، اللي عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها في اي نادي. والله اخشى ان انا نادي الزمالك اشوفه في يوم في نفس موقف نادي الاسماعيلي. والله بصراحة كرة في مصر يا جماعة مش هيبقى لها طعم. انا شخصيا من وقت ما بدأت ان انا اشجع كرة القدم، ومعروفة في ان في مصر تحديدا اهلي وزمالك. معروفة الكرة في مصر اهلي وزمالك يا جماعة. معلش، كل احترامي لجميع الأندية، ولكن الكرة في مصر كلنا عارفين أهلي وزمالك. من غير أهلي ما تنفعش، ومن غير زمالك ما تنفعش. نادي الزمالك وصل للإيقاف التاسع، إيقاف قيد تاسع. أنت متخيل نادي الزمالك واخد 9 فترات إيقاف قيد، وإحنا في وقت انتقالات يناير. نادي الزمالك مش هيعرف يبرم أي صفقات، ولا صفقة واحدة. 10 أيام فاضلين على القيد الإفريقي، وحوالي 18 يوم على القيد المحلي. نادي الزمالك مفيش اي حاجه بتتحل، مفيش اي مشاكل بتتحل، مفيش امل ان نادي الزمالك يعمل اي صفقه السنه دي. نادي الزمالك بيبيع بس، ولكن بيبيع عشان خاطر يمشي حاله، عشان خاطر يدي مستحقات للناس اللي موجوده، عشان خاطر يسد جزء من الديون اللي عليه، عشان خاطر يحاول يحل اي مشاكل عنده بالنسبه لايقافات القيد، بالنسبه للمدربين اللي ليهم فلوس، بالنسبه للاعيبه اللي ليها فلوس، بالنسبه للاعيبه اللي رفع قواضي على نادي الزمالك. ناصر ماهر اعتقد بنسبه 100% خلاص في بيراميدز. بنتايج محدش عارف موقفه ايه، فسخ عقده، محدش عارف هو موقفه ايه لحد دلوقتي، في غموض. تبص على الصوره كده، تبص على نادي الزمالك. لا يا جماعه، الصوره معلش مع احترامي لجماهير نادي الزمالك، الصوره معدومه، الصوره سودة، مفيش اي بصيص امل لنادي الزمالك. يعني في اي تقدم او في اي حل مشاكل، او في حل مشاكل من المشاكل اللي موجوده. مفيش اي حاجه يا جماعه. انا مش فاهم ومش عارف نادي الزمالك هيعمل ايه في الدوري، ولا هيعمل ايه في كا في كاس الكونفدراليه. كان الله في عونكم والله يا جماهير نادي الزمالك، ربنا معاكم.